مرحبا بكم في هذه الحلقة التي ستأخذنا إلى الصحراء المغربية، هذه الأرض العريقة التي تشهد اليوم تطورا غير مسبوق وازدهارا يعد ثمرة للرؤية الحكيمة للملك محمد السادس. منذ تولي الملك محمد السادس عرش المملكة المغربية تم تسطير خطط شاملة لتطوير الأقاليم الجنوبية، ولعل الطريق السريع الذي يربط بين تيزنيت والداخلة ويمتد على طول 1055 كيلومترا يعد أحد المشاريع الرائدة. هذا الطريق لا يربط الصحراء المغربية ببقية جهات المملكة فحسب، بل يمتد ليصل المغرب بعمقه الإفريقي، مما يعزز الروابط الاقتصادية وحركة التجارة الإقليمية، ويفتح المجال للتواصل مع أسواق جديدة في القارة. ويأتي ميناء الداخلة الأطلسي ضمن المشاريع الطموحة التي تستهدف تعزيز دور الداخلة كمركز اقتصادي ولوجستي يوفر للمغرب بوابة استراتيجية للتجارة العالمية ونقطة اتصال مع 3 قارات. عند اكتمال هذا الميناء سيكون له دور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتصدير والتبادل التجاري. تعتبر مدينة العيون نموذجا حقيقيا للتحول الحضري، حيث أصبحت مدينة حديثة ببنيتها التحتية العصرية. تضم العيون الآن مستشفيات حديثة ومدارس وجامعات تخدم سكان المنطقة وتوفر لهم خدمات متطورة، مما يجعلها نقطة جذب للاستثمار ويعزز جودة الحياة لسكانها. بفضل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس لم تقتصر التنمية على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل شملت جوانب اجتماعية وإنسانية تعزز من استقرار ورفاهية المواطنين، حيث تقدم للمجتمع المحلي برامج تنموية تدعم التعليم والصحة وتوفر فرص عمل للشباب. كما تتوجه المملكة إلى تعزيز الطاقات المتجددة والاستدامة، مثل مزرعة الرياح في طرفاية التي تساهم في إنتاج الطاقة النظيفة وتقلل من آثار التغير المناخي. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا. استعرضنا اليوم كيف أصبحت الصحراء المغربية بفضل رؤية الملك محمد السادس